عايزه اقول للناس ان كريم لما يقولك لو نفسك في شوكولاته اشرب بروتين شيك بالشوكليت مثلا، عندك كده زي هاكس، انت زي واحد بيحب ايه يغش السيستم، بالظبط. بحيث ان انت الناس اللي بتبقى بتعمل لها كوتشنج في التغذيه، انا فاهمه ان انت بتعمل كوتشنج في التغذيه وفي الرياضه مع بعض، صحيح؟ تمرين ده حاجه متكامله جدا. اوكي. بيبقوا حاسين ان مفيش اي حرمان خالص من اي حاجه سويت، لا ايس كريم ولا شوكليت ووجبات بالليل وكل حاجه. فاحكي لنا بقى انت الكوتشنج ده بيبقى كل واحد على حسب جسمه هو، ولا انت ازاي بتدي الناس الراحه دي؟ اول حاجه الاونلاين كوتشنج بيزنس ده بيزنس فعلا من الحاجات الناجحه عندي جدا، بسبب ان الناس كلها جايه من ثقافه اللي انت ما ينفعش تاكل بالليل، الاكل طعم وحش، بيجوع نفسهم. فطبعا اول شخص ما بيجي لي بشوف بقى كل المشاكل دي، ونبتدي بس حته المايند، يعني هي حرفيا زي ما حضرتك عارفه منتلي اكتر ما فيزيكال. الناس بتبقى دايما ايموشنال، متضايقين جدا من شكلهم وجسمهم، وبياكلوا حتى مش عشان شبعان ولا اي حاجه، جعان ولا اي حاجه، مجرد بياكل بس عشان ايموشنلي مش كويس. صح. فحته المنتالي دي بتبقى عامل مهم جدا قبل ما اي شخص يبتدي اي حاجه. صح. فانا بشتغل على الحته دي، وبعد كده بقى ببتدي افهمه بقى ايه نظام السعرات، وبنخش في حته مايند سيتي. بعد كده واحده واحده نشتغل مع بعض في التمرين والتغذيه، لحد ان شاء الله يعني نشوف الهدف بتاعه.